السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا نوران مدكور وده بيكسل سبيس. النهاردة هنشتغل على 6 تصاميم كده كامبين متكاملة لمطعم بيقدم بيتزا وساندوتشات سريعة. ففي التصاميم دي أنا اعتمدت على البساطة تمامًا، هو عبارة عن المنتج والخلفية وبس. فيالّا بينا نشوف عملناهم إزاي. في البداية نفتح من file new ونختار الsize اللي هنشتغل عليه. الكامبين دي هتتعمل للإنستجرام، فالsize الجديد 1080 في 1350 طبعًا بالطول، ومن هنا بنخلّي الresolution 300 وبنفعّل خيار بتاع artboard. طب فعّلنا الخيار بتاع artboard ليه؟ عشان هنشتغل على الكامبين كاملة في نفس الفايل، مش هنحتاج نفتح كل تصميم في فايل لوحده. طيب، أصبح عندنا كده ال6 صفحات اللي هنشتغل عليهم 6 تصاميم كاملين. ففي المرحلة دي عشان تسهّلوا على نفسكم الشغل وتبقوا بتعملوا ال6 تصاميم بشكل أسرع، وإحنا بنعمل تغذية بصرية وخلاص قررنا على هنعمل إيه في ال6 تصاميم لل6 منتجات. وإحنا بنعمل search بقى للملحقات والحاجات اللي إحنا هنعمل لها download سواء من فريباك أو من أي مكان، أي حاجة بتعجبنا في طريقنا بنحطها في الصفحات. بس قبل ما بنعمل كده إحنا بنرمي في كل صفحة الجملة اللي هنشتغل عليها. فخلّيني أعمل كده معاكم ونشوف اشتغلت على 6 جُمل عاملين إزاي ونشوف هنعمل إيه بالضبط. أنا عندي هنا دول ال6 جُمل اللي باعتينهم لي أو العميل بعتهم لي، فهاخدهم زي ما هُم كده وفي الآخر هاوريكم عملتهم إزاي، بمجرد بس ما أنا أعرف هاحط إيه في كل تصميم وهاسحبهم وأروح للصفحات الفاضية. بالشكل ده كل حاجة اتسكنت مكانها، بس نعمل الألوان عشان تشوفوا، بما إن ما فيش خلفية لحد دلوقتي. طيب، أنا باعمل كده ليه أو عملت الحركة دي أصلًا ليه، عشان أبقى عارفة هنا في صفحة 1 هاشتغل على مثلًا تصميم البرجر، فأي حاجة تخُص البرجر ده من ملحقات هاحطها في الart board بتاعته، عشان في الآخر نجمّع العناصر بمنتهى السهولة، بدل ما كأنكم بتشتغلوا على تصميم واحد لأ، هتشتغلوا على ال6 وبمنتهى البساطة في أقل وقت هتكونوا مخلّصينهم. طيب يالّا بينا نشوف العناصر اللي هنشتغل عليها في التصاميم. تحت الفيديو هتلاقوا كل الملحقات اللي اشتغلت عليها. طيب أنا هنا مفرّغة لكم كل الصور يعتبر، فأنتم يعني الموضوع هيبقى سهل عليكم. أول حاجة في أول تصميم عندنا في الart board رقم 1 هي ما فيش غير الدبل اللي هيزيد. هنا بنتكلم عن ساندويتش بتاع برجر دبل لحم، فنحط العنصر بتاعه في مكان. وليكن إن العميل بعت لنا الصور دي، فأهو أنا عرفت إن ده هيتحط في art board رقم 1. طيب هنا البيبروني والجبنة في خناقة دي كده لتصميم البيتزا بيبروني، هنروح للملحق اللي موجود ونسحبه في الart board بتاعه. أنا بس باسكن كل عنصر في الart board بتاعه عشان يسهل عليَّ الsearch بعد كده. طيب في هنا إيه التول هيبة ده اللي كان الساندوتش بتاع الstrips. طيب تمام. وهنا ده كان لتصميم ساندويتش برجر معمول بطريقة فاني شوية، إن هو بيتقدم في علبة الخاتم بتاع الزفاف. وهنا ده لبرجر برضو، بس برجر بيزك العادي هيتحط بالطريقة دي. وهنا بقى تصميم كان فانتازي شوية عن قطعة ستريبس، ودي نفذتها عن طريق الذكاء الاصطناعي، يعني تخيلت الشكل وعملت الصورة، فدي مش جاهزة من الإنترنت يعني، وكمان دي برضه ده من الذكاء الاصطناعي. طيب هنا طلبت منه برضه في الذكاء الاصطناعي إن الملامح تكون مصرية أكتر، ويكون عريس جالس على ركبته بيقدّم في علبة الخاتم البرجر. تمام، كده واضح كل اللي اتعمل في التصاميم.
طيب بعد ما إحنا سكّنّا كل عنصر في مكانه، دي بقى مرحلة الsearch عن العناصر اللي تناسب كل تصميم. فقبل ما نروح لها، أنا بس عايزة أفهّمكم إن إحنا لمّا بنشتغل على campaign كاملة بلون ثابت أو لون هوية واحدة، بنلتزم عليها في كل الart boards اللي الموجودة معانا في التصاميم. فمثلًا إحنا عندنا في art board هنا هنوحّد الألوان، هاروح لsolid color وهاختار اللون اللي متّفقة معاه مع العميل، وليكن مثلًا اللون الأحمر ده، وننزّل الشعار بتاع العميل بالمرّة عشان نبقى ماشيين بشكل إيه، مضبوط. طيب ده الشعار ودي الدرجة، فهناخدها في كل التصاميم كده ونركن اللون في كل art board. تمام كده؟ من هنا solid color ومن solid color بنختار الدرجة وبننزلها في آخر layer. نفس الكلام حتى هنا برضو هنعمل solid color وبعدها لون أحمر أو اللون اللي متفقين عليه في الهواية. في الكامبين ما بنحبش نغيّر الألوان، يعني عايزين ال6 تصاميم مع بعض يبقوا بهوية واحدة وشكل إيه، قريب لبعضه كده كإنهم بيكمّلوا بعض، فمش هنأفور في الألوان، هو الألوان اللي متّفق عليها بس. فدي كده خلّصنا مرحلة الألوان. طب تمام أوي. إيه بقى الخطوة اللي بعد كده اللي هتسهّل علينا كل حاجة؟ أنا مثلًا بافتح free pack سواء معايا اشتراك أو لأ، هو free pack فيه عناصر كتيرة أوي مجانية نقدر نستخدمها. باكتب بقى مثلًا برجر تمام، باكتب برجر بس، وباخلّي كل الحاجات اللي تظهر لي مثلًا لو أنا ما عنديش اشتراك باخلّيها من هنا كلمة free تمام، فهتبقى أي حاجة من هنا مجانية مجرد بس ما بتسجل عليها بالإيميل. تمام، كتبت برجر، هيطلع لي نماذج كتيرة أوي، أوي حلوة، يعني دي الصورة اللي أنا أصلًا شغّالة عليها في التصميم هنا. تمام، تمام أوي. هنا مثلًا هندخل على الfile ده، هنلاقي PSD وفيه ملحقات كتيرة حلوة، سيبكم من الصورة بتاعة البرجر، لأ أنا باتكلم عن الsplash الحاجات المتطايرة بتاعة النار، شايفين؟ وكذلك هنا وهنا. فإحنا ممكن نعمل إيه، نعمل download بالطريقة دي، وأي حاجة هتناسبنا جوّه الfile هناخدها ونسحبها هناك. يعني مثلًا لو ده هيناسبنا في التصميم بتاع البرجر أو البيتزا بناخده وبنحطه في الart board ونسيبه زي ما هو، مش هنعمل أي حاجة، إحنا بس بنجمّع عناصر. تمام كده؟ واضحة الصورة؟ تمام، ده مش من ضمن حاجتنا أصلًا فنحذفه. الفكرة هنا كده إيه، واضحة. يعني مثلًا لو عجبني هنا في الdesign ده مثلًا اللمبات دي ممكن أعمل لها download أو أسيرش بكلمة لمبة فيظهر لي حاجات أستخدمها. كده دي مرحلة الsearch بنجمّع بس العناصر اللي محتاجينها ونخلّي كل حاجة في الart board بتاعتها. طيب يالّا بقى نشتغل إحنا في التصاميم دي ونحط العناصر بتاعتنا بتاعة كل تصميم في مكانه. أنا هنا باتكلّم على الdouble، فعايزة حجم المنتج هو اللي يبقى خاطف العين ويبقى بشكل كبير في التصميم. والكلمة هنا هتبقى بس دلوقتي مبدئيًا باللون الأبيض عشان تبقى ظاهرة ونشوف. ممكن نسيبها كده ونحط بس إضاءات وشوية حاجات كده splash حاجات متطايرة، أو ممكن نجيب خلفية ونخفف الopacity فيها عشان يبقى برضه لونها أحمر. فهنعمل ده إزاي؟ أنا عن طريق Pinterest بسيرش بالملحقات، لو لقيت حاجة عجباني بتبقى جودتها وحشة باروح أعمل لها upscale وإيه أستخدمها جوه التصميم. فأنا وأنا بقلب في Pinterest لقيت الصورة دي وعجبتني جدًا، وحسيت إنها متماشية أوي مع فكرة البرجر والنار والسبلاش اللي طاير والكلام ده كله. فبما إن جودتها كانت كويسة ما ضبطتهاش، يعني زي ما هي خدتها وهاشتغل عليها جوه تصميم الدبل برجر بالشكل ده كده. نصغر سنة. طيب يا نورا إحنا عملنا كده إيه؟ إحنا كده خلينا التصميم أسود مش أحمر زي ما إحنا متفقين إن دي كامبين بلون ثابت. بمنتهى البساطة لما بنستخدم خلفية بالطريقة دي بنروح فوقها بندوس على solid color من هنا وبنختار درجة اللون المتفقين عليها اللي هي الأحمر، وبننزل من المود بننزل على الcolor أو الهايو على حسب اللايق فيهم أكتر أو المناسب
للخلفية، يعني مثلًا أنا عجبني هنا الcolor تمام، ونروح للون الخلفية الأساسي أو الخلفية اللي هي السودا دي، ممكن نقلل الopacity شوية لو إحنا عايزين اللون الأحمر يبقى ظاهر أكتر، بس أنا بالنسبة لي هنا إيه، كده تمام، تمام أوي. طيب بالشكل ده. أنا هنا حابة أضيف ظِل تحت البرجر عشان يبقى باين إنه موجود على الفحم أو الصخر اللي موجود في الصورة بتاعة الخلفية. فبمنتهى البساطة زي ما اتعلمنا باروح new layer تحت ساندوتش البرجر وباللون الأسود ونعمل نقطة، بعد النقطة بنسحبها بالشيفت والماوس ونبدأ نضبط شكلها على حسب اللي شايفينه صح، يعني كأن البرجر جاي بويرب كده شوية بالطريقة دي وفي تحته shadow بشكل خفيف. بنروح للبرجر نفسه ونعمل فوقه new layer وclipping mask ونروح بالبراش بتاعتنا باللون الأسود بنمشي بشكل بسيط كده على البرجر من تحت وبنروح للمود ونبدأ نقلل حدة اللون. أنا اخترت soft light من هنا عشان يبقى فيه شكل الظل منطقي أكتر. طيب الحاجات اللي واقعة من الساندوتش دي ممكن نمسحها عشان هي مش متناسقة مع التصميم، فنعمل ماسك ونروح لأي أداة select وبنselect الجزء اللي مش مرغوب فيه وبنعمل له delete. طيب كده التصميم يعتبر ابتدى يبان وما فيهوش شغل كتير وممكن بس نعزز الإضاءات اللي هي بتاعة النار دي، فنعززها ازاي؟ بنروح فوق وندوس نيو لاير وبنعمل بالبراش بتاعتنا لون أحمر بس أحمر فاتح مضيء ونعمل نقطة ونروح لسكرين أو overlay أو ممكن نختار لايت كالر، خليها لايت كالر ونزود البراش كده عشان شايفين بنزود بس من اللون الأحمر في أماكن اللي محتاجين فيها إضاءة أكتر مثلا كده. طيب الساندوتش ده لو احنا حاسين انه محتاج تظبيط ألوان بنعمل ايه؟ أول حاجة هنعمله ريتاتش سريع كده ومش محتاج قوي، بس بندوس فوق الساندوتش نيو لاير وبنروح لإيديت ومن إيديت فايل فيل ومن الفيل 50 degree وoverlay، بعدها ندوس أوكي ونروح من المود overlay برضو ونروح للdodge and burn ونبدأ بالبراش، لأ مش بالبراش سوري، بالdodge and burn هنبدأ بالdodge تمام، ونخلي البراش يعني أكبر سنة من كده مثلا متوسطة، ونروح بقى في الأماكن اللي فيها الإضاءة واضحة ونزود أو نعزز من الإضاءة أكتر، يعني مثلا أنا هنا شايفة في إضاءات فبمشي عليها بالراحة بالطريقة دي بنعزز اللون بس مش أكتر تمام. وبعدها بنروح للبيرن ونحرق أكتر الأماكن اللي فيها الظل عشان تبقى واضحة معانا أكتر بالشكل ده، وزي ما أنا قلت هو مش محتاج قوي بس هي عموما دي الفكرة يعني. وبعدها باروح من هنا selective color وبعدها بنبدأ نظبط في الإضاءة، يعني مثلا الخلفية احنا عندنا حمرا شوية فده هيأثر على شكل الساندوتش إن يبقى محمر زيادة، لو أصفر هيبقى مصفر زيادة وهكذا، فنعدل يعني مثلا لو الخلفية على أصفر شوية ممكن نخلي الشكل بالطريقة دي، بس بما إنه أحمر فاللون ضارب شوية على أحمر بالشكل ده كده. كده معانا أول تصميم خلص وبمنتهى البساطة احنا يعني ما تعبناش فيه خالص، وده اسم الفونت للي حبه، بس هو عبارة عن فونتين ده أول فونت وكلمة هيسد ما كانتش مظبوطة فاخترت الفونت ده معاها. طيب نروح للساندوتش التاني أو سوري السلايس بتاع البيتزا اللي هي البيبروني والجبنة في خناقة، نخلي بس لونها أبيض كده عشان يتظبط أكتر معانا. نفس اللي عملته برضو في أول صورة، أنا رحت لبنترست وكتبت خلفيات بقى وقعدت أدور على الأشكال اللي حبيتها، لقيت بقى الصورة دي وعجبتني قوي قلت لأ أنا لازم أستخدمها، فشكلها كان لطيف قوي زي ما انتم شايفين فإيه هنستخدمها. طيب أنا بقى عكست الصورة شوية، خليتها ازاي مش فاكرة كبرتها.
فهكبرها واعمل كأنها ايه حاجة كده ساند عليها السلايز بالشكل ده كده، بالطريقة دي. وهروح للسلايز بدوس على اي زاوية وكليك يمين، بختار برسبكتيف من هنا، وافضل اظبط اتجاه وزوايا السلايز. وبعمل تحتها شادو برضو نيو لاير، وبالبراش بتاعتي ببدأ باللون الاسود، ابدأ امشي بس كده على حواف السلايز بشكل بسيط خالص، واضغطه بس سنة. ومن هنا ببدأ أقلب في المود عشان ما يبقاش اللون حاد قوي، او نقلل الاوباسيتي. انا شايفة هنا ماشي عادي، بس نقلل الاوباسيتي اكتر. طيب يا نوران، كده اللون ضرب مننا وما بقاش لونه احمر زي ما اتعودنا. فوق الخلفية هنروح ونعمل فوقها سوليد كالر باللون بتاع الخلفية بتاعنا الاحمر. ومن المود نبدأ بقى نجرب اكتر من حاجة لحد ما نلاقي الشكل عاجبنا. يعني مثلا سوفت لايت مظبوط ماشي، انا شايفاه سوفت لايت لطيف. شايفين كده؟ وممكن بقى من الهيوستريشن نبدأ بقى نظبط. آه ممكن بقى من الهيوستريشن نبدأ بقى نظبط في الألوان أكتر، نخليه على أحمر أكتر بالطريقة دي. شايفين قبل شايفين بعد؟ تمام أوي. هكتب بس تحت كده كلمة اطلبها اطلبها دلوقتي، وهعمل عليها بالشيب كده بالريكتانجل. هعمل بس مستطيل، ونخلي الحواف دائرية، والفل زيرو، والستروك هو اللي هيبقى موجود. ممكن باللون الأصفر مثلا شوية بالشكل ده كده. التصميم التاني خلص. التصاميم هنا زي ما قلنا تصاميم بسيطة جدا، فأي حد يقدر ينفذها منتهى البساطة. شايفين التصميم بقى سهل ازاي؟ تمام. نروح بقى للساندويتش بتاع الطول هيبة، نخلي اللون بتاع الجملة أبيض، ونفرغ الصورة. نفرغه ازاي؟ انا شايفة ان هو مش مستاهل اي اداة، احنا ممكن بس بالبين تول كده ايه نشتغل عليها. للناس اللي بدأت متأخر وشايفة ان الذكاء الاصطناعي مش هيخليها يعني تحتاج تتعلم الادوات، ده غلط. لان في اي وقت ممكن يطلب منكم حاجات وما يبقاش متوفر معاكم مواقع او ادوات للذكاء الاصطناعي، فهنا هيبان فعلا اللي اتعلم واللي ما اتعلمش. فانا بنصح اي حد ان يتعلم الادوات كده كده، سواء هيشتغل بالذكاء الاصطناعي او لا. طيب انا عملت هنا كده سيلكت، وهروح للير اللي عليه الساندوتش وندوس على علامة الماسك. كده احنا فصلنا العنصر عن الخلفية بتاعته. نعمل منه لير كمان عن طريق كنترول جي، وبروح لللير اللي تحت واضغط على الماسك وادوس كنترول اي. احنا عملنا هنا ايه؟ احنا كده عكسنا الصورة. يعني الصورة اللي فوق بقت مفرغة، الساندوتش هو اللي موجود والخلفية لأ، وتحت الخلفية بدون الساندوتش. طب احنا عملنا كده ليه؟ اللي متابع معايا هيعرف ان احنا كده هنشتغل على الشادو بتاع الصورة نفسه، مش هنخترع شادو جديد. فنروح من المود ونختار مالتيبلاي من هنا، ونروح نضغط دبل كليك، هيظهر لنا البانل بتاعة لاير ستايل. بنروح من هنا لبلند، ونختار اللون يبقى احمر، وبنمشي بالسهم كده بس نفصله عن طريق ان انا اضغط Alt واتحرك شوية. انا بعمل ايه كده؟ انا بخفف من اللون الاحمر وبركز على اللون الاسود اللي هو الشادو، فاصبح معايا كده ايه؟ الشادو واضح. طب يا نوران، هنا في برضو في فرق في اللونين واضح جدا بمنتهى البساطة. من الماسك بالبراش باللون الابيض لا عذرا باللون الاسود، بنمشي
نحذف فرق اللون ده، يعني نكبر البراش كده شوية عشان ما يبقاش فيه أي ديفوهات، ونمسح الزيادات، أي زيادة هتلاقوها قدامكم في الخلفية امسحوها. بس كده، إحنا كده فصلنا اللونين عن بعض. يعني لو أنا حابة أشتغل على اللون الأسود أهو تمام، واللون الأحمر تمام معانا. طيب التصميم كده خلص؟ لأ، أنا هنا حابة أبين إن الساندوتش كبير جدًا وطويل، ففكرت في عنصر بتاع اللي هي المتر اللي بنقيس بيه المقاسات، فجبته من فري بيك عادي جدًا أهو، ومتفرغ وجاهز. هاخليه بالشكل ده كده، وهاعمل منه نسخة كمان بس هتبقى تحت الساندوتش مش فوق، ونخليها بالشكل ده كده. ممكن نخليها بالشكل ده كده فوق الساندوتش نفسه. تمام، لو فوق الساندوتش بالشكل ده بقت لطيفة برضو. ومن بعدها يبقى في الجملة، طبعا ما ننساش الشعار بتاعنا، ولو في سلوجن يتكتب. شايفين كده تصميم؟ كده خلصنا أول 3 تصاميم بمنتهى البساطة. نروح للتصميم اللي بعده وهو عيش التجربة. طيب هنا هنعمل ريموف للباك جراوند ونشوف هتطلع ازاي. طيب انا عايزة الجزء بتاع الكوكب اللي واقف عليه البروستد مش عايزاه يتحذف، فهعمل كده ازاي؟ نعمل لير كمان من نفس الحاجة ونحذف منها الماسك، ونروح للبين تول ونبدأ نقص الجزء اللي احنا محتاجينه يبقى باين من الخلفية بالشكل ده كده، ونعملها ماسك. شايفين؟ تمام. هنا بقى اللون بتاع الكوكب اللي واقف عليه لونه مختلف، لونه على موف مش على أحمر، فده هيعارض معانا شوية في شكل الكامبين. فنعملها ازاي؟ نخلي بس الجملة بس باللون الأبيض الأول عشان نبقى شايفينها كويس، ونروح لللير بتاعة الأرض. لير الأرض بقى زي ما قلنا كده هنروح ممكن نعمل عليها solid color ونختار اللون الأحمر بتاعنا وكليبنج ماسك بالطريقة دي، ونروح للمود ومن المود نختار color. فأصبح كده الأرضية ايه؟ باللون الأحمر عادي جدا، ما فيهاش أي مشاكل. طيب قطعة البروستد دي كانت في خلفية على لون موف شوية مش لون أحمر، فنعالج ده ازاي؟ في أكتر من طريقة. الطريقة الأولى اللي أنا بحبها اللي هي عن طريق الهيوستريشن من هنا، وبنعمل كليبنج ماسك، ومن الأداة دي بتاعة الإيد بنروح للون اللي مش عاجبنا واللي عايزين نغيره اللي هو اللون الموف، ونبدأ من هنا نعدل في اللون. يعني مثلا شايفين هنا كده قلب على أخضر ازاي، فاحنا عايزينه بس يبقى نفس لون البروستد او لون الخلفيه. تمام. ايه الطريقه التانية؟ ان احنا نعمل فوقه لير، وبالبراش بنختار لون الخلفيه، ونمشي بالبراش بس اصغر من كده شويه، نمشي بالبراش ايه فوق المنتج اللي احنا عايزين ياخد لون الخلفيه بدون ما يبقى فيه ديفوهات، بشكل سريع اهو، بشكل عشوائي وسريع. وبنروح للمود، ومن المود نبدأ نعدل وندور على لون على أحمر ونقلل الأوباسيتي شوية، فأصبح كده إيه؟ في ضي أحمر عليها بدل ما كان على موف. تمام قوي تمام. إيه بقى اللي هيتعمل في التصميم ده؟ أنا حابة هنا يبقى في إنارة ورا الكوكب ده أو الأرض دي، يبقى بشكل خط كده، فكتبت لايت بس على فري بيك وظهر لي اللون ده. ممكن نخليه على أحمر بقى إيه، نظبطه كده عدل في لونه بس نعمل كليبنج ماسك، ونخليه على أحمر شوية أو على أورنج أكتر. طيب أنا حابة هنا يبقى في قطعة بروستد معمول لها موشن، معمول لها حركة
في التصميم عشان يعبّي معايا الفراغ المُزعج اللي موجود. فنعمل ده إزاي؟ هنكتب بس posted على أي حاجة حتى لو على جوجل، وناخد الصور بتاعة الposted نبدأ نحطها جوّه التصميم. فدي قطعة الposted قصيتها من صورة قبل كده، وهنشتغل عليها. هاخد منها بس نسختين أو 3 وأبدأ أعمل لهم دوران وأغيّر مكانهم عشان بعدها نعمل motion. عايزة كمان قطعة فوق هنا، ممكن تبقى كده بالشكل ده. طيب نعملها إزاي بقى؟ بنروح للlayer اللي عايزين نشتغل عليه motion ونروح لfilter وblur motion من هنا، ونخلّي اتجاهها فوق. هنا مثلًا عايزينها كأنها نازلة من فوق، فاتجاهها يبقى على تحت بزاوية، فfilter والزاوية لتحت. هنا زاوية جانبية شوية filter motion وبالشكل ده. وعشان نكمّل الموضوع أنا رُحت الfreepik برضه كتبت space أو كتبت galaxy وطلع لي نجوم، فأنا خدتهم بدأت أوزّع النجوم بالطريقة دي. كتبت space وهابدأ بقى إيه، أضبّط اللون إن يبقى على أحمر أكتر. كتبت عيش التجربة ورُحت للفونتات اللي عندي، وبدأت أدوّر على أكتر فونت عاجبني. الفونت ده باحبه أوي في التصاميم بتاعة المطاعم، وبيبقى لطيف. ممكن بس نقرّب الكلمتين من بعض بالشكل ده، ونعمل له smart object ونروح من أي زاوية نضغط perspective من هنا، ونبدأ نضبّط في الزوايا على حسب ما إحنا عايزين. يعني لو عايزينه من الجنب بيبقى بالطريقة دي، عايزينه من فوق ممكن نخلّيه كإنه من فوق على أكبر شوية. أنا حبيته بالطريقة دي. نروح للعين هنا العين مع الخوذة فيها ضَي كده على لون أزرق، والتصميم كُلّه أحمر، فمش منطقية يعني مش لطيفة. فنعملها إزاي؟ بنروح فوق الlayer بتاع الposted بنعمل new layer وبنروح بالبراش اللون الأحمر، ونعمل نقطة كبيرة كده نكبّرها على الخوذة، ونروح من الmood نبدأ بقى نضبّط في الmood إن يبقى مدّي إضاءة كده على الأحمر أكتر. فنبدأ نقلّب في الmood بس كده. طيب والعين بتاعة الدجاجة بدل ما كانت لون أزرق هنخلّيها أحمر برضه نقطة، ونروح من الmood نخلّي العين مضيئة شوية بالشكل ده كده. شكلها مخيف بس مش مشكلة. طيب إحنا كده خلّصنا 4 تصاميم بمنتهى البساطة. نروح للتصميم الخامس. الإيد هنا أول حاجة هنشتغل عليها هي والساندوتش هنشتغل عليهم retouch سريع. فزي ما قُلنا new layer وclipping mask. نروح edit ومن edit هندوس على fill ومن الfill overlay overlay و50 gray. وبعدها من الmood هنختار overlay زي ما اتعلمنا. نروح بقى للdodge والburn. هنختار الdodge الأول ونركز على الأماكن اللي فيهم إضاءة ونمشي عليها بالشكل ده. يعني الإيد هنا مثلًا في إضاءة، هنا كمان. هنعزّز اللون بس مش أكتر، والburn أماكن الظل هنمشي عليها بشكل سريع. وهنروح بعدها لselective color ونعمل clipping mask ونبدأ نقلّب في اللون الأحمر شوية، ندّي له لون أحمر، في نفس الوقت على gold سِنّة عشان الساندوتش يبقى أحسن، والblack هنا نحرّكها شوية، فأصبح ده بقى قبل وده بعد، تحسّوه مرسوم أكتر. طيب ده كان سريعًا كده مفهوم الretouch على السريع. هنعمل إيه بقى هنا؟ الجملة بتاعتها اللي هي البرجر في إيدك والسعادة في جيبك. فنخلّيها فوق بالشكل ده، وده اسم الfont برضه.
تمام أوي، ونحط الشعار في الزاوية من هنا عشان نعبي بيه الفراغ. ننزل بس بالبرجر حبة. التصميم ده كان سريع أوي معايا، برضه رُحت لPinterest ولقيت الخلفية دي عجبتني أوي، وحسيت إن ممكن أستخدمها في الساندوتش بتاع البرجر بما إنه على شكل دائري شوية، فهادخّله كده جوّه الartboard وأنزّله تحت البرجر، تمام؟ طيب زي ما متفقين اللون كده ضارب جدًا، فمش هينفع للcampaign، فنروح فوقه solid color ونختار اللون الأحمر بتاعنا، ومن الmood أنتم حفظتوا هنبدأ بقى نقلّب لحسب ما نشوفه مضبوط. أنا هنا عجبني أكتر اللي هي pen light وشايفاه كده مضبوط أكتر، بس ممكن نصغّره شوية. أنا عايزة الدايرة كده في النُص. ونخفف الفِل شوية عشان اللون الأحمر يبقى واضح. طيب ممكن نقلل الopacity كمان عشان ميبقاش متشتت. بالشكل ده كمان التصميم خلص. نروح للتصميم اللي بعده. أنا هنا فضلت أعدل على العلبة عشان طبعا اللونين كانوا مختلفين، فعدلت عن طريق فريبك المدفوع، فنسكيب اللحظة دي وأجيبه لكم هو متفرغ ومتعدل. بعد ما عدلت عليه طلع لي بالشكل ده كده، فشكله منطقي أكتر. وكتبت الجملة بتاعتي اللي هي موافقة أكيد، ونعمل لها لون أبيض. هنا ده برضو ما كانش فيه شغل كتير، كان عبارة عن لايت وبراش كده وراه وخلاص، ما كانش فيه قوي أي شغل. رحت برضو لبنترست ولقيت الخلفية دي وعجبتني، بس مش هحطها كخلفية، هعملها كده كأنها حاجة طايرة وراه. طبعا اللون جميل قوي. طيب اللون زي ما انتم شايفين كده، هنروح من المود هنروح لسكرين، ومن السكرين هندوس على saturation من هنا وكليبنج ماسك، ونبدأ نخلي اللون على أحمر أو على أورنج أكتر بالشكل ده كده. شايفين من غير أصلا ما تقصوا الخلفية هي تمام. وهنعمل لون أورنج أو على أصفر برضو كده، ثانية ممكن على أورنج ونيو لاير، وبالبراش نقطة واحدة بس نخليها وراه كده كمصدر إضاءة، وبالبراش برضو نعمل توهج بالشكل ده وطبقوا عليه الريتاش زي ما قلنا. ممكن كمان هنا لون شعره تحسوه ضارب شوية، فممكن نعمل نيو لاير فوقه وكليبنج ماسك، وبالبراش نروح للون البني غامق ونمشي كده على شعره شوية نغمق اللون بما انه ضارب من الشمس. ومن المود نبدأ نظبط الشكل، يعني مثلا هنا بس نقلل الفيل شوية، ده قبل وده بعد. ممكن نكمل على تحت كمان شوية كده، ونطبق عليه زي ما اتفقنا الدوج اند بيرن، ونبيض الأسنان بالدوج. فكده يا جماعة خلصنا 6 تصاميم في وقت قليل جدا. أتمنى يكون تصاميم سهلة عليكم، وتوروني النماذج اللي عملتوها عشان بتبسط جدا بيها. ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت حلو. أشوفكم في حلقة جديدة. كانت معكم نورا مدكور من بيكسل سبيس.